السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ازيكم يا طلاب تالتة ثانوي في ثالث حصة شرح في المنهج بتاعك. تمام؟ الحصص اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن فرق الجهد وشدة التيار واتجاهات التيار الكهربي. النهارده احنا هنتكلم على جزئية من أهم الجزئيات اللي في المنهج بتاعك، اللي هي بتتكلم عن المقاومة الكهربائية. الجزئية دي مهمة عشان دايما لما بيحب يجيب لك سؤال على الدرس ده بيسألك على المقاومة. كمان المقاومة الكهربائية دي تعتبر واحدة من أهم الدروس اللي عندك في المنهج، لسبب إن هي تقريبا مطلوبة في كل درس. يعني تقريبا في كل درس هيطلب منك عادي فرق الجهد أو شدة التيار أو المقاومة الكهربائية، وغالبا بيطلب المقاومة الكهربائية. تمام؟ والقانون اللي احنا هناخده النهارده اللي هو قانون أوم، واحد من أهم القوانين اللي موجودة عليك في الكتاب، هنشرحه النهارده بإذن الله بتفصيل شاملة وكاملة إن شاء الله. نبدأ بسم الله عشان ما يبقاش فاضل لنا في الدرس ده غير القدرة والطاقة المستهلكة. أنا بالنسبة لي حصة النهارده بعنوان المقاومة الكهربائية. ايه هي المقاومة الكهربائية دي؟ المقاومة الكهربائية دي من تعريفها او من وصفها بشكل عام هي نقدر نقول عليها الممانعة. الممانعة. يعني ايه كلمة ممانعة؟ يعني الحاجة اللي بتمنع مرور التيار بتاعي او اللي بتقاوم التيار بتاعي. طيب المقاومة دي فكرتها ماشية ازاي؟ فكرتها ان هي التيار بيبقى ماشي في السلوك بشكل طبيعي جدا، بس بيقابل المقاومة دي، فبالتالي قيمته بتبدأ تقل واحدة واحدة، او جهده اللي كان ماشي بيه بيبدأ يقل مرة واحدة وبيتم استهلاكه في المقاومة دي. طيب ليه ربنا خالق الممانعة دي في السلوك؟ هو خالقها لغرض بسيط، لغرض ان هي تحمي الاجسام بتاعتي او تحمي الاجهزة بتاعتي. تمام؟ تحمي الاجسام يعني مثلا جسم الانسان المفروض ان المقاومة بتاعته 10,000 اوم. بالمناسبة دي وحدة قياس المقاومة اللي هي الاوم. تمام؟ دي بتتقاس كده بالاوم، ده رمز الاوم، حاجه شبه حرف اليو بس ليها ديل بالشكل ده. تمام؟ يبقى انا بالنسبه لي مقاومه جلد البني ادم 10,000 اوم. المقاومه دي بتمنع ان التيار يمشي في جسمه بشكل سلس، فبالتالي حتى لو جاله اي صعقه كهربائيه فالتيار ما يمشيش بسهوله، فما يوقفش اعضائه الحيويه بسرعه. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ فانا بالنسبه لي المبدا بتاع المقاومه الاساسي ان هو يحمي الجسم او اجسام الكائنات الحيه علشان هي غير موصله للتيار الكهربي. كمان المبدا الثاني للمقاومه بتاعتي ان هي بتحمي الاجهزه بتاعتي. افتراضا ان انا دلوقتي مثلا انا عندي مروحه، المروحه دي جوه السلوك الكهربائيه مقاومه طبيعيه. المقاومه الطبيعيه دي ممكن تكون من السلك، وممكن مقاومه ثانيه اللي هي بتقال عليها الحس الذاتي اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله في الفصل الثالث. الممانعه او المقاومه دي المفروض ان هي بتخلي المروحه بتاعتي تفضل ثابته على سرعه معينه. يعني مثلا انت لو السرعه بتاعت المروحه بتاعتك اعلى حاجه ومفيش المقاومه دي، فبالتالي سرعه المروحه بتاعتك هتفضل تزيد 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 لحد ما المروحه بتاعتك توصل لسرعات جباره وفي الاخر تبوظ. تمام؟ او تقع على دماغ اي حد. فدي من رحمه ربنا اللي هو خالق المقاومه دي. المقاومه دي بتحمي الدايره بتاعتي والتيار والاجهزه اللي ماشيه في الدايره بتاعتي. تمام؟ وبرضه بتحميها ازاي؟ الاجهزه تاني ممكن تحميها مثلا فكره اللي هو جهاز بيشتغل مثلا على قيمه تيار معينه وليكن 5 امبير او 6 امبير. تمام؟ لو هو داخل له تيار بقيمه 10 امبير او 50 امبير، فبالتالي الجهاز او جهد مثلا عالي 220 فولت، فالجهاز بتاعي هيبدا يتاذي او يتدمر نتيجه اللي هو داخل له تيار كبير وجهد كهربي عالي جدا. تمام؟ فبالتالي المصنعين بيصنعوا جوه مقاومه داخليه تستهلك الجهد العالي ده والتيار العالي ده. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ يبقى دي بالنسبه لي فكره المقاومه الكهربائيه. طيب المفروض المقاومه الكهربائيه ليها انواع واشكال معينه. ايه اشكال المقاومه بتاعتي؟ انت عندك شكلين. اول شكل اللي هو بيكون الشكل ده. تمام؟ الشكل الثاني بيكون شكله اما كده او بيكون شكل كده. تمام؟ طيب هنتكلم دلوقتي على كل شكل بالراحه. الشكل اللي قدامك ده اللي هو الشكل البسيط اللي هو بيبقى سلك وجواه زجزاج اللي انت شايفه ده اسمه ار اللي هو رمز المقاومه، اختصار لكلمه ريزيستنس. تمام؟ اللي هي كلمه مقاومه كهربائيه بالانجليزي. تمام؟ المفروض اللي انا عندي المقاومه دي المفروض اللي هي يتقال عليها مقاومه ثابته، يعني البتاعه دي بيتقال عليها مقاومه ثابته. المقاومه الثابته دي قيمتها ما بتتغيرش في الدايره بتاعتي، وبالمناسبه زي ما احنا قلنا المقاومه بتتقاس بالاوم. ده بيبقى شكل الاوم. تمام؟ ده يبقى شكل الاوم، ده اسمه اوم.
يبقى المقاومه اللي قدامي دي مقاومه ثابته اللي هي قيمتها ثابته ما بتتغيرش في الدايره بتاعتي. امال الشكلين اللي احنا كنا لسه عاملينهم دول، الاثنين دول بيتقال عليهم مقاومه متغيره. يعني الاثنين دول بيتقال عليهم مقاومه متغيره. يبقى بالنسبه لي دول بيتقال عليهم مقاومه متغيره. تمام. ليه بيتقال عليهم مقاومه متغيره؟ عشان قيمتهم تتغير مع الوقت، قيمتهم بتتغير، اقدر اتحكم فيهم وفي القيمه بتاعتهم. بتحكم فيهم ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الزالق، اللي هو السهم اللي انت شايفه قدامك ده. السهم اللي انت شايفه قدامك ده. تمام. يعني السهم ده كده المفروض اللي هو بيتقال عليه زالق. زالق ازاي اللي هو بيتحكم في التيار بتاعي؟ هقول لك. افتراضا ان انا لو عندي الزالق بالشكل ده، التيار بيمشي بالشكل ده كده في السلك ده، بينزل في الزالق بتاعي. تمام. لما يبدا المؤشر بتاعي يتحرك كده، فقيمه المقاومه المتغيره دي بتقل. لما يتحرك كده قيمه المقاومه المتغيره بتاعتي بتقل. اشمعنى؟ علشان لو كملنا اتجاه التيار وحاولنا ننزله لتحت كده، فهلاقيه ماشي في كميه زجزاج اقل، يعني ماشي في الموجه دي بس، فكده قيمه المقاومه بتاعتي قلت. تمام. طيب افتراضا لو هو ماشي في الاتجاه ده، تمام، لو هو ماشي في الاتجاه ده فمعنى كده ان المقاومه بتاعتي زادت. ليه؟ علشان ساعتها المؤشر بتاعي هيكون موجود هنا، فهيبدا يمشي في تعرجات اكتر، تعرجات اكتر. يبقى بالنسبه لي هي دي فكره المقاومه. هو بيجيبها لك في الاسئله ازاي؟ بيقول لك مثلا الطرف ده اسمه A والطرف ده اسمه B. تمام. افتراضا انا هحرك الزالق اللي هو السهم اللي بالاحمر ده اللي احنا مظللينه بالازرق من A ل B، فمعنى كده لو انا هحركه من A ل B فانا هحركه بالشكل ده كده. تمام. فمعنى كده ده اجباري هيقلل لي المقاومه. طب لو انا حركته مثلا من B ل A يبقى انا هحركه بالشكل ده كده، فده اجباري هيزود لي المقاومه. تمام. فساعتها اعرف اتعامل هو هيعمل لي ايه في التيار وهيعمل لي ايه في فرق الجهد بتاعي. خد بالك بقى من حاجه، المقاومه المتغيره دي ليها اسم تاني ورمز تاني. يعني المقاومه المتغيره دي الرمز بتاعها او الاسم بتاعها اللي هي ار في. تمام. الار في اللي هي بتقال عليها برضو غير ان هي مقاومه متغيره بتقال عليها ريوستات. ريوستات. تمام. يبقى الريوستات ده او المقاومه المتغيره هم نفس الحاجه ورمزهم ار في. ار في ده بالنسبه لاشكال وانواع المقاومه بتاعتي. تمام. طيب تعالى بقى نتكلم على طريقه حسابات المقاومه او ازاي احسب المقاومه بتاعتي في الدايره. خد بالك بقى من حاجه معينه. انا بالنسبه لي اهم قانون في المنهج بتاعي هو قانون اوم، اللي هو القانون اللي بيحسب لي المقاومه. اشمعنى؟ عشان تقريبا انت تلاقيه موجود في كل درس بما فيهم الدروس بتاعه الفيزياء الحديثه اللي احنا هناخدها ان شاء الله في شهر 2 وشهر 3 باذن الله. تمام. ايه قانون اوم ده؟ قانون اوم ده المفروض ان هو بيقول لك ان انا عندي المقاومه اللي هي الار، المفروض ان هي بتساوي في على اي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المقاومه بتتناسب طردي مع فرق الجهد، تتناسب مع ده طردي، وبتتناسب مع شده التيار عكسي. بتتناسب مع شده التيار عكسي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا من الاخر كده، انا لو زودت المقاومه انا هزود فرق الجهد، انا لو زودت المقاومه بتاعتي هقلل شده التيار. طيب خد بالك بقى من حاجه معينه. ده القانون اوم، يعني الصوره اللي قدامك دي قانون اوم، بس خد بالك قانون اوم ليه شروط معينه. ليه شروط معينه ان القانون ده لازم يتحقق تحت شرط ثبوت درجه الحراره. ثبوت درجه الحراره. ثبوت درجة الحرارة. يبقى ده بالنسبة لي الشرط الأساسي علشان أطبق أو أستعمل قانون أوم. خد بالك بقى، اشمعنى ثبوت درجة الحرارة؟ لأن أنت بالنسبة لك المقاومة بتتأثر بدرجة الحرارة جدا جدا جدا. إزاي الكلام ده؟ يعني أنا مثلا بالنسبة لي لو أنا عندي سلك، تمام، السلك ده جواه مقاومة داخلية خاصة بيه. أهو السلك ده المفروض إن أنا لو أنا زودت درجة الحرارة بتاعته، وهنا هكتبها تي اللي هي رمز لدرجة الحرارة، يبقى معنى كده ان انا هزود المقاومة بتاعته، هزود المقاومة بتاعته كمان. يعني معنى كده ان الار هتزيد. تمام. وده في المواد الفلزية، ده في الفلزات، ده في الفلزات.
فقط. تمام. اشمعنى بقول لك الكلام ده؟ لان المعلومه دي احنا هننفيها اول لما نوصل للباب الاخير والدرس الاخير في المنهج بتاعك او الدرس اللي قبل الاخير. تمام. يبقى انا بالنسبه لي المعلومه الاساسيه اللي انت لازم تعرفها ان انا عندي المقاومه بتاعتي اللي هي الار تتناسب طردي مع درجه الحراره، بمعنى ان انت لو زودت لي درجه الحراره يبقى معنى كده ان انت هتزود لي المقاومه بتاعه الماده او السلك بتاعي. طيب عشان كده دايما القانون الاساسي بتاعي اللي هو قانون اوم بيتحقق عند ثبوت درجه الحراره، عند ثبوت درجه الحراره. طيب اشمعنى لما بزود درجه الحراره المقاومه بتاعتي بتزداد؟ المقاومه بتاعتي بتزداد لسبب بسيط، لسبب ان انت كل ما تزود درجه الحراره فانت بتدي الالكترونات اللي موجوده جوه السلك بتاعي طاقه، فبالتالي الذرات اللي بتبقى جوه مثاره، فبالتالي الالكترونات دي او الذرات دي بتبدا تخبط في بعض وتعمل لي حركه اهتزازيه او اهتزاز، تعمل لي اهتزاز. اهو الاهتزاز ده بقى لما بيحصل المفروض ان هو بيسبب لي مشكله كبيره. ايه المشكله الكبيره اللي هو بيعملها لي دي؟ ان هو بيخلي اي تيار كهربي داخل السلك بتاعي بيقابل الالكترونات اللي عماله تتخانق مع بعضها دي. يعني لو انا عندي الاخضر ده هو الالكترونات او التيار اللي داخل، تمام، لان طبعا انا قلت لك ان التيار الكهربي ده عباره عن الكترونات، فالالكترونات اللي داخله دي لما تشوف الكترونات عماله تتخانق مع بعضها بالشكل اللي انت شايفه ده عمرها ما هتعرف تعدي، زي بالظبط كانك ماشي في شارع والشارع ده كل اللي فيه بيتخانقوا مع بعض، كل اللي فيه بيتخانقوا مع بعض، فانت عمرك ما هتعدي الشارع ده بسرعه، عمرك ما هتعدي الشارع ده بسرعه. ليه؟ بسبب المقاومه اللي موجوده جوه الشارع ده، بسبب المقاومه الموجوده جوه الشارع ده. فهمت وجهه نظري ماشيه ازاي؟ يبقى بالنسبه لي هي دي فكره التيار الكهربي او ليه درجه الحراره بتزود المقاومه بتاعتي. تمام. يبقى انا بالنسبه لي المقاومه بتتساوي في على اي او فرق الجهد على شده التيار. وطبعا انا لو عايز اعمل وحده قياس للكلام ده فطبعا الفرق الجهد بتقاس بالفولت والتيار الكهربي بتقاس بالامبير. تمام. يبقى معنى كده ان الاوم هيساوي فولت على امبير. فولت على ايه؟ فولت على امبير. تمام. هو ده بالنسبه للمقاومه الكهربائيه بتاعتي. تمام. طيب تعالى بقى نتكلم على حاجه معينه في قصه المقاومه دي. انت خدت بالك ان انا قلت لك انا لو زودت المقاومه فرق الجهد هيزيد، تمام، ولو زودت المقاومه شده التيار هتقل لان هتتناسب عكسي معاها. طيب افتراضا ان انا لو زودت مثلا فرق الجهد، لو انا زودت فرق الجهد، هل لما ازود فرق الجهد المقاومه هتزيد ولا هتقل ولا ايه اللي هيحصل لها؟ طيب سؤال تاني، افتراضا ان انا زودت شده التيار، لو انا زودت شده التيار هل المقاومه هتزيد ولا هتقل؟ تمام. في الحالتين صدقني المقاومه مش هتتغير باي حاجه. اشمعنى؟ لان المقاومه ما بتتغيرش بتغير فرق الجهد ولا شده التيار، هي اللي بتغير فيهم مش هما اللي بيغيروا فيها. لان انت عند المقاومه اللي في الدايره ما بيغيرهاش غير الزالق لو مقاومه متغيره زي ما احنا اتكلمنا هنا، او ان هي ثابته ما بتتغيرش نهائي باي حاجه من دول، لا فرق الجهد ولا شده التيار، لان فرق الجهد وشده التيار دول اصلا بيتغيروا بسهوله عامه عادي. فبالنسبه لي المقاومه عمرها ما هتتغير بالاثنين دول، هي اللي تغير فيهم بس هما ما يغيروش فيها. تمام. يبقى انا بالنسبه لي هكتب لك ملاحظه كده اساسيه بالنسبه لك، اللي انت عندك المقاومه لا تتغير بتغير فرق الجهد او شدة التيار، الاثنين دول ما بيغيروش المقاومة بتاعتي. يبقى بالنسبة لي المقاومة بتاعتي ما بتتغيرش بتغير الاثنين دول. وعشان بس تفهم فكرة المقاومة وشدة التيار وفرق الجهد، انا عايزك تتخيل ان المقاومة بالظبط عاملة زي المطبات اللي موجودة في الطريق بتاعي. تمام. وانا معايا عربية معينة فيها كمية من الناس، تمام، فيها كمية من الناس.
انا مهاراتي في الرسم تحفه، بامانه تحفه، ده بجد. هو الراجل رجليه طويله شويه بس ماشي تمام. خد بالك بقى من حاجه معينه، اللي بالاحمر ده هو موتور العربيه. خليك فاكر ان المطبات اللي موجوده في الطريق بتاعي دي بيتقال عليها المقاومه، تمام. طيب الموتور اللي بيحرك العربيه بتاعتي هو فرق الجهد، تمام. طيب عدد الناس اللي موجودين جوه العربيه ده بيتقال عليه شده التيار. يبقى بالنسبه لي ده ابسط مثال يوضح لك الفرق بين فرق الجهد وشده التيار والمقاومه. المقاومه دي المطبات، فرق الجهد اللي هو الموتور بتاع العربيه، الاي اللي هي شده التيار، اللي هي شده التيار اللي هي عدد الناس اللي موجودين جوه العربيه. طيب احنا قلنا في قانون اوم اللي جوه القانون مش بيغيروا المقاومه، تمام. امال ايه اللي بيغير المقاومه بتاعتي؟ اللي بيغير المقاومه بتاعتي الحاجات اللي انا هقولها في القانون ده، الحاجات اللي انا هقولها في القانون ده اللي هي ايه؟ اللي هي المقاومه اللي هي الار بتساوي حاجه اسمها رو اي في ال على الاي. رو اي في ال على الاي. يعني ايه رو اي في ال على ايه؟ خد بالك بقى من حاجه معينه. القانون ده متقسم لثلاث اركان، اللي هي الرو اي اللي هي بيتقال عليها المقاومه النوعيه، والال دي هي طول السلك، والاي دي اللي هي المساحه. والاي دي اللي هي المساحه، تمام. طيب انا بالنسبه لي المقاومه بتساوي رو اي في ال على ايه، اللي هي المقاومه النوعيه في طول السلك في المساحه بتاعه مقطع السلك، مساحه مقطع السلك. خد بالك بقى من حاجه معينه، المقاومه بتساوي رو اي في ال على ايه، اللي هي المقاومه النوعيه مضروبه في طول السلك مقسومه على مساحه مقطع السلك. طيب الثلاث حاجات دول هم اللي بيغيروا لي المقاومه بتاعتي. خد بالك المقاومه المفروض ان هي طردي مع المقاومه النوعيه، يعني دي معاها طردي والطول كمان طردي، تمام، والمساحه المفروض ان هي عكسيه معاها. يبقى انا بالنسبه لي المقاومه المفروض اللي هي بيتحكم فيها ثلاث حاجات، المقاومه النوعيه وطول السلك والمساحه. طيب المقاومه النوعيه دي ايه؟ دي المقاومه اللي ربنا خلقها في الماده بتاعتي، يعني دي مقاومه ربنا خلقها او رابطها بالماده بتاعتي. طب المقاومه النوعيه دي ايه الفرق بينها وبين المقاومه العاديه؟ هقول لك ان المقاومه النوعيه دي المفروض ان هي ما بتتغيرش غير لو انت غيرت الماده. يعني مثلا المقاومه النوعيه للحديد غير المقاومه النوعيه للنحاس غير المقاومه النوعيه للذهب او الفضه او ايا كان. ازاي الكلام ده؟ افتراضا انا عندي سلك من الحديد وعندي سلك من النحاس وعندي سلك من الفضه، تمام. لو هما ليهم نفس الطول ونفس المساحه وبيدخل فيهم نفس فرق الجهد ونفس شده التيار، كل دول تمام برضه هيطلع لهم مقاومه مختلفه. اشمعنى هيطلع لهم مقاومه مختلفه؟ عشان المقاومه النوعيه بتاعت كل ماده منهم مختلفه عن الثانيه. المقاومه النوعيه بتاعت كل ماده منهم مختلفه عن الثانيه. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ يبقى ده المبدا اللي انا ماشي عليه في قصه المقاومه النوعيه. المقاومه الايه؟ النوعيه، تمام. طيب خد بالك بقى من حاجه، المقاومه النوعيه دي لها اخت صغيره. ايه اختها الصغيره دي؟ المقاومه النوعيه المفروض ان هي في حاجه ثانيه كده بتساويها اللي هي اسمها السيجما. السيجما دي المفروض ان هي بيتقال عليها التوصيليه الكهربائيه. التوصيليه الكهربائيه دي المفروض ان هي عكس المقاومه النوعيه. عكسها في حته ايه؟ عكسها في حته ان المقاومه النوعيه دي المفروض ان انا بحطها في القانون عادي جدا. لو انا حسبت المقاومه النوعيه بتاعتي وعايز احسب التوصيليه الكهربائيه بقلب بس الرقم بعمله اس -1، تمام. يبقى التوصيليه الكهربائيه دي قدره الموصل ان هو يوصل لي كهرباء، ان هو يوصل لي ايه؟ كهرباء. طيب افرض انا عايز اعمل قانون للمقاومه بالتوصيليه الكهربائيه دي، عادي هقول لك القانون بتاع المقاومه بالتوصيليه الكهربائيه هتبقى الار بتساوي ال على سيجما في الايه، ال على سيجما في الايه، ال على سيجما في الايه، تمام. يبقى بالنسبه لي ده القانون بتاع المقاومه بتاعتي، ال على سيجما في الايه، والقانون الاساسي بتاعي اللي هو ار بتساوي رو اي في ال على ايه، رو اي في ال على ايه، تمام.
ده كلها قوانين المقاومه. خد بالك بقى من حاجه، انا ممكن اعمل لك قانونين هنا للتوصيليه الكهربائيه وقانون المقاومه النوعيه من القانون اللي فوق اللي احنا استنتجناه فوق. نقدر نقول لك مثلا ان انا عندي الرو اي او المقاومه النوعيه الممكن تساوي ار في A على L، ومن القانون ده نقدر نقول ان التوصيليه الكهربائيه المفروض ان هي بتساوي L على R في A. وخد بالك من حاجه معينه، انا بالنسبه لي وحده قياس المقاومه النوعيه يعني دي المفروض ان هي بتتقاس ازاي؟ المفروض ان هي بتتقاس باوم في المتر. اوم في المتر. طيب لو عايز اجيب وحده قياس للتوصيليه الكهربائيه هتبقى نفس وحده القياس بس اس سالب واحد بقى، يعني هتبقى اوم اس سالب واحد في متر اس سالب واحد. تمام، اوم اس سالب واحد في متر اس ايه؟ اس سالب واحد. يبقى ده بالنسبه لي المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه، القوانين بتاعتهم لو انت احتجت تقوم في حاجه. تمام. طب خد بالك بقى من حاجه، في تانية ثانوي انت كنت خدت حاجه اسمها الفوليوم اللي هي ايه؟ اللي هي الحجم. انت خدت حاجه اسمها الفوليوم اللي هو الحجم، يعني ده نقدر نقول عليه الحجم. الحجم ده المفروض ان هو بيساوي الطول في المساحه. الحجم المفروض ان هو بيساوي الطول في المساحه، يبقى بالنسبه لي الحجم بيساوي الطول في المساحه. طيب قبل ما نتكلم على الحجم ده، هو الطول بيغير لي المقاومه ازاي؟ خد بالك بقى من حاجه، انت كل ما انت تجيب لي سلك اطول كل ما معنى كده ان انت بتزود المقاومه بتاعتي اكتر واكتر. اشمعنى؟ لان انت بالظبط عمال ترص مقاومات جنب بعضها كده جنب بعضها، فانت عمال بتزود لي المقاومه بتاعتي. يبقى الغرض لو انت عايز سلك اطول يبقى انت كده عايز تزود المقاومه بتاعتي. طيب لو انا عايز اقلل المقاومه بتزود المساحه. بدليل ايه مثلا؟ بدليل مثلا انت عندك السلوك بتاعه التيار العالي اللي موجوده في الابراج دي. السلوك دي المفروض ان انت تحس ان هي تخينه قد المواسير كده. ليه بتبقى تخينه كده؟ علشان تقلل المقاومه. ما هو السلوك دي بتبقى طويله فبالتالي بتستهلك كهرباء كتير. طب انا عايز اقلل استهلاك الكهرباء في السلوك عشان توصل للبيوت كامله قدر الامكان. فساعتها انا بعمل ايه؟ ساعتها انا بعمل سلوك تخينه بحيث ان انت كل ما تتخن السلك بتاعي كل ما انت كده عمال بتقلل المقاومه بتاعتك عشان بتزود مساحه المقطع بتاع السلك، عشان المساحه عكسي مع المقاومه بتاعتي. فهمت الفكره بتاعتي ماشيه ازاي؟ ده بالنسبه لي فكره المقاومه وتاثير الطول والمساحه فيها، تاثير الطول والمساحه فيها. تمام. طيب انا بقى بالنسبه لي الحجم المفروض اللي هو بيساوي ال في الاي. ال في الاي. يبقى لو انا عايز اعمل قانون للطول من قانون الحجم ده مثلا اقدر اقول لك ان الطول بيساوي فوليوم على الاي، حجم على مساحه. واقدر برضو اقول لك قانون للاي اللي هي الاي بتساوي فوليوم على الطول، حجم على طول. طيب القانونين اللي انا لسه كاتبهم قدامك دول بالشكل ده كده انا اقدر اخترع بيهم قانون للمقاومه جديد عن طريق ان انا اشيل الطول والمساحه من المقاومه بتاعتي. يعني لو انا عايز اجرب اشيل الطول كده من قانون المقاومه بتاعتي هيبقى شكل قانون المقاومه بتاعتي بالشكل ده، هتبقى R بتساوي رو اي. لو انا هجرب اشيل ال فساعتها هتبقى فوليوم على الام على الاي تربيع. بمعنى ان انا كل اللي انا عملته اللي انا شلت الطول عندي وحطيت مكانه القانون اللي فوق ده. تمام. وعملت منه القانون ده اللي هو رو اي فوليوم على ايه تربيع، علشان انا عندي 2 ايه في المساله فساعتها خليتها ايه تربيع، خليتها ايه تربيع. تمام. هي دي فكره القانون الاولاني. طب لو انا عايز اعمل قانون من غير الايه واستعمل فيه القانون ده فساعتها هيبقى شكل القانون بتاعي بالشكل ده. الار هتساوي
رو اي في ال تربيع على فوليوم. الار هتساوي رو اي في ال تربيع على الفوليوم بتاعي. يبقى بالنسبه لي ال تربيع، ليه بقى عندي ال تربيع؟ عشان عندي 2 ال، جبت ال من قانون الاي تمام، وكان عندي ال في المساله نزلتها على طول، يبقى عندي الار بتساوي رو اي في ال تربيع على الفوليوم. طبعا انا اقدر اخترع قانونين جداد من القانونين دول عن طريق ان انا اشيل الرو اي واحط مكانها السيجما. تمام، اشيل الرو اي واحط مكانها السيجما. تمام، فهمت وجهه النظر دي؟ تمام، ماشي. يبقى ده بالنسبه لي قانون المقاومه عن طريق الحجم، لو انا عايز اجيب المقاومه بالحجم. طيب خد بالك بقى من حاجه ثانيه معينه. انت برضو خدت في سنه ثانيه ثانوي حاجه اسمها الكثافه، خدت في ثانيه ثانوي حاجه اسمها الكثافه اللي هي الرو، يعني الرو دي الكثافه. طيب الكثافه دي المفروض ان هي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي ام على فوليوم. ام على فوليوم، يعني معنى كده الام دي هي الكتله بالمناسبه، يعني دي نقدر نقول عليها الكتله. تمام، الكتله. الفوليوم دي اللي هي المفروض اللي هي الحجم. الفوليوم ده نقدر نقول عليه الحجم، نقدر نقول عليه ايه؟ الحجم. تمام ماشي. طيب اقدر اعمل قانون الحجم من قانون الكثافه؟ زي ما انت كنت بتعمل في ثانيه ثانوي. كان الفوليوم بيساوي ام على رو، ام على رو. اهو القانون ده بقى انا هقدر منه اعمل قانونين، مش قانون واحد للمقاومه كمان. تمام، قانونين مش قانون واحد للمقاومه. اللي هو ازاي مثلا؟ اللي هو اقدر اشيل لك الفوليوم اللي موجوده في القانون ده واللي موجوده في القانون ده. اللي هو ازاي؟ اللي هو هيبقى مثلا الار هتساوي رو اي. تمام، لو هنشيل الفوليوم وهنحط مكانه ام على رو هيبقى شكل القانون كده: رو اي في ام على رو في المساحه تربيع. رو اي في ام على رو في المساحه تربيع. خد بالك بقى الفرق بين الرو اي والرو. الرو اي طبعا هي المقاومه النوعيه، الرو اللي هي الكثافه بتاعتي، الكثافه بتاعتي. تمام. طيب ممكن اعمل قانون تاني برضو، ممكن اعمل قانون تاني اللي هو عن طريق ان انا اعوض في القانون اللي تحت ده، ان انا اعوض في القانون اللي تحت ده، اشيل الفوليوم واحط مكانه ام على رو. يبقى بالنسبه لي هيبقى القانون الار هتساوي رو اي تمام في رو في ال تربيع على الام. رو في ال تربيع على الام، رو في ال تربيع على الام. طبعا احنا قلبنا الرو طلعناها فوق علشان الفوليوم كان موجود تحت في القانون. فبالنسبه لي دول قانونين للمقاومه اللي انا دخلت فيهم الام ودخلت فيهم الرو اللي هي الكثافه. تمام. طيب ده بالنسبه لي شكل القانون العادي. طيب ايه الشكل بقى اللي بيجي لك في الامتحان؟ الشكل اللي بيجي لك في الامتحان على شكل نسب، يعني يطلب منك مثلا مقاومه وهو مديك مقاومه اولانيه، ولو غيرت لك مثلا الطول او المساحه او مثلا المقاومه النوعيه في المساله بتاعتي. فبالنسبه لي القانون اللي انا ممكن اشتغل بيه قصه النسب دي اللي هو القانون اللي انا هكتبه لك دلوقتي ده، اللي هو R1 على R2. المفروض ان ده بيساوي رو اي 1 مضروبة في ال 1 مضروبة في A2. تمام. طيب ماشي. والقانون التاني بقى او الموجود في المقام يعني اللي هو رو اي 2 في ال 2 في ال A1. ده كده شكل القانون
بتاع النسب العادي بتاعي اللي هو رو اي 1 في ال 1 في اي 2 على رو 2 في ال 2 في اي 1. تمام. عكسنا الاي علشان هي عكسي مع المقاومه بتاعتي، عكسناها علشان هي عكسي مع المقاومه بتاعتي. طيب انا اقدر ادي اشكال ثانيه من القانون ده؟ اقدر ادي اشكال ثانيه من القوانين اللي انا اخترعتها دي كلها. يعني مثلا اقدر احط التوصيليه مكان الرو اي بس اعكسها برضه، واقدر احط القانون اللي هو ده معايا. ازاي الكلام ده؟ زي ما انا هعمل لك كده دلوقتي، اللي هو R1 على R2، كل ده المفروض ان هو بيساوي رو اي 1، وهنكتب هنا رو اي 2 عشان دول ما اتغيروش معايا. عايزين نشيل ال مثلا او نكتب القانون اللي ما فيهوش ال، هيبقى فوليوم 1 على فوليوم 2 في اي 2 على اي 1. هيبقى كده مثلا فوليوم 1، وهنا هنكتب تحت فوليوم 2 في اي 2 تربيع على A1 تربيع. تمام. ده القانون الاولاني من القانون اللي احنا لو شلنا منه ال. تمام. طيب لو شلنا الايه بقى ساعتها هيبقى شكل قانون النسب. تعال نطلعه بقى بره كده. هيبقى R1 على R2 برضو ممكن تساوي رو اي 1 فوليوم 2، وهنا هنكتب رو اي 2 فوليوم 1، وهنكملها بقى اللي هنا نكتب ال 1 تربيع على ال 2 تربيع، ال 1 تربيع على ال 2 تربيع. هو نفس القوانين اللي انا كنت شغال بيها، بس الفرق بس اللي انا حطيت النسب بتاعتي، او حطيت القوانين بتاعت المقاومه من غير الطول والمقاومه من غير المساحه. تمام. ونفس الفكره اقدر اعملها برضو على القانونين اللي انا لسه كاتبهم دلوقتي دول. القانونين اللي انا لسه كاتبهم دلوقتي دول اللي هم دول ينفع عادي اعمل منهم قانونين بالشكل ده كده، قوانين بالشكل ده كده. طيب خد بالك بقى معايا من حاجه معينه. ساعات بيجيب لك في المشاكل او في المسائل، يعني لان المسائل تعتبر مشاكل بس على خفيف او على تقيل مش فارقه، كلمه اعيد تشكيل او سحب السلك. اعيد تشكيل او سحب السلك. تمام. اعيد تشكيل او سحب السلك. طيب بتفرق ايه الجمله دي معايا؟ لا بتفرق كتير. لو قال لك اعيد تشكيل السلك او سحب السلك، فانت كده بالنسبه لك الفكره اللي بتيجي في بالك ان انت هتعوض في القانون اللي قدامك ده R1 على R2. اصل اعيد تشكيل السلك او سحب السلك معنى كده ان الحجم بتاعي ثابت، الحجم ما اتغيرش، اللي اتغير بس معايا الطول او المساحه. فساعتها هعوض في القانون ده R1 على R2 المفروض اللي هي بتساوي L1 A2 على L2 في A1. تمام. L2 في A1. ماشي. طيب افتراضا لو هو مش مديني المساحه، فساعتها R1 على R2 هتساوي L1 تربيع على L2 تربيع. اشمعنى خليناها تربيع؟ علشان حاجه واحده بس، ان انت شلت المساحه من القانون او ما ذكرتش المساحه، فساعتها هعوض على قانون المقاومه بالاطوال بتاعتي. تمام. يبقى L1 تربيع على L2 تربيع. طيب افتراضا لو هو بقى مش مديني الطول، فساعتها هنزل القانون اللي فيه مساحه بس، اللي هو هيبقى فيه A2 تربيع على A1 تربيع. تمام. A2 تربيع على A1 تربيع. هو ده القانون اللي ما فيهوش طول، كان فيه مساحه تربيع، وطبعا المساحه عكسي مع المقاومه فهتبقى R1 على R2 R1 على R2
بتساوي A2 تربيع على A1 تربيع. طب افتراضا اللي هو لا مديني لا طول ولا مساحه، امال هيديني ايه؟ هيديني نصف قطر. ساعتها لما يديني نصف قطر فانا هعوض بالقانون ده كده، اللي هو هتبقى R2 اللي هو نصف قطر هيبقى أس 4 على R1 أس 4. طب واحدة واحدة كده عليا يا مستر، اشمعنى أس 4 اللي أنت حطيته لي ده؟ أنا حاطط لك أس 4 لسبب اللي أنا عندي أصلا في قانون المقاومة إن الآر بتساوي رو إي في ال على الاي. طب افتراضا لو هو مش مديني المساحه، لو هو مش مديني المساحه فساعتها هيبقى غالبا شكل السلك بتاعي دايره، فهتبقى رو اي تمام في ال على مساحه الدايره بتاعتي اللي هي باي ار تربيع، باي ار تربيع. يبقى اذا في قانون المقاومه الاصلي نصف القطر عليه تربيع، يبقى معنى كده لما انا اربع المساحه تمام هيبقى تربيع التربيع، فتربيع التربيع هنا هتبقى ار تربيع الكل اس تربيع او كل اس 2 هتبقى ار اس 4، تبقى ار اس 4. علشان كده انا حطيت في القانون بتاعي ار اس 4 علشان بالنسبه لي في القانون الاصلي بتاع المقاومه كان عليها تربيع، وانا ربعت المساحه في القانون اللي هو ما فيهوش طول، فساعتها تربيع التربيع هيبقى اس 4، تربيع التربيع هيبقى اس 4. تمام. بس كده، هي دي كل الافكار اللي موجوده على الدرس بتاعي، دي كل الافكار اللي موجوده على الدرس بتاعي اللي احنا كنا اتكلمنا فيها على قصه المقاومات والاطوال والكلام الظريف اللذيذ ده، الكلام الظريف اللذيذ ده. وبس كده، احنا كده خلصنا المقاومه ومش فاضل لنا في الدرس ده غير القدره واستهلاك الطاقه او الطاقه المستهلكه. تمام. يبقى كده احنا قفلنا شرح اول درس في منهج الفيزياء عندك، قفلنا شرح اول درس ايه في منهج الفيزياء بتاعك. تمام. وبس كده، اشوفكم على خير باذن الله الحصه الجايه ان شاء الله، وسلام.